شيل يا مغرب شيل. الإعلام المصري يقف افتخارا بالمنتخب المغربي بعد الإنجاز التاريخي والتفوق على منتخب الأرجنتين وفوزه بكأس العالم في شيلي ورفع راية المغرب أمام الجميع. وهذا ما قاله قبل أن نبدأ في سرد المزيد. عطروا فمكم بذكر الله وصلوا وسلموا على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلوات والسلام. بعد مباراة جد رائعة بين أسود الأطلس، بين الزبير وأصدقائه والمعمة وأصدقائه، استطاع المنتخب المغربي أن يفوز على منتخب الأرجنتين في الدقائق الأولى من المباراة وفي الشوط الأول، حيث سجل المتألق الزبيري هدفين في الشوط الأول من الدقيقة 18 والسادس والثلاثون، وأحرز الفوز للمنتخب المغربي الذي استطاع أن يثبت جدارة في الدفاع وتفوقه على خصمه الأرجنتين. وبهذا الصدد خرج المصريون احتفالا وابتهاجا بفوز المنتخب المغربي، وإعلامهم مجد وقال إنهم أسود الأطلس، إنهم أسود وليسوا بثعالب الصحراء، في رسالة واضحة بأن المنتخب المغربي أصبح من بين المنتخبات القوية، وبأن إنجاز الكأس العالم 2022 في قطر لم يكن صدفة بل كان بقيمة العمل الجاد. وبهذا الصدد يرى مراقبون بأن فوز المنتخب المغربي يعد فوزا لكل العرب والمسلمين ولكل الأفارقة.